السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هل تدخل الأهلي لخطف نجم الموسم وتعطيل انتقاله إلى الزمالك؟ شوبير يكشف حقيقة تعويض الأهلي ب70 مليون جنيه من الزمالك بسبب لافتة نادي القرن. تردد في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء التي أشارت إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع مسؤولو فيوتشر من أجل الحصول على خدمات محمد رضا بوبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الفريق مقبل على العديد من المباريات الهامة ويحتاج إلى تواجد اللاعب في منتصف الملعب ليكون بجانب الثلاثي الموجود بجانب رغبة كولر في ضم اللاعب. وأشارت التقارير الصحفية لأن مسؤول النادي الأهلي وافقوا على ضم محمد رضا بوبو بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على ضم اللاعب وتواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بجانب الحصول على خدمات اللاعب قبل إتمام انتقاله إلى الزمالك بعد دخول الفريق الأبيض في مفاوضات مع اللاعب. وكشفت المصدر المسؤول داخل نادي الأهلي كواليس وحقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة بشأن إبرام التعاقد مع محمد رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واحتياج الفريق الأحمر له وضم بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر. شوبير يكشف حقيقة تعويض الأهلي ب70 مليون جنيه من الزمالك بسبب لافتة نادي القرن. علق الإعلامي أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة السابق على الأنباء المتداولة بشأن تغريم نادي الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي بقرار من المحكمة الاقتصادية على لافتة نادي القرن. وقال شوبير في تصريحات إذاعية امبارح المحكمة الاقتصادية علقت الدعوى رقم 416 لمدة شهر والمقامة من النادي الأهلي ضد مجلس إدارة الزمالك بسبب التعدي على العلامة التجارية التي تخص نادي القرن. وأضاف إدارة الزمالك كانت وضعت يافطة على أسوار النادي مكتوب عليها نادي القرن الحقيقي، وده اللقب اللي الأهلي يملكه بعدما حصل عليه قبل 20 سنة في 2001. وتابع البعض تداول أخبار إن المحكمة حكمت بغرامة 70 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي. إيه يا جماعة الكلام الفارغ اللي انتوا عايشين فيه ده؟ إيه الوهم والخنكة اللي احنا عايشين فيها دي؟ وأوضح القصة هي إثبات حق وخلاص، ولا تعويض ولا غيره. الأهلي نادي القرن والموضوع خلصان، ولكن حتى لا تتكرر تلك الأمور مرة أخرى لا الحكومة اللي بتدي لقب نادي القرن ولا الوزارة، ده الاتحاد الإفريقي في 2001. وأتم إيه اللي دخل موضوع نادي القرن في دماغ اللي طلعها، وهي هيصة وعدت وخلاص، من ضمن اللي شايفينه من بتاع الكشري واللي بيطلق ويتجوز.